النهارده بقى تاني يوم رمضان والفطار. انا حبيت ان انا الخص لكم الموضوع في فيديو قصير عشان اقول لكم احنا عملنا اكل ايه. زي ما انتم شايفين كده اهو. بس قبل ما نبدا وصفاتنا، لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. هنا كده دي سلطة المحشي. طبعا خرطنا البصل كتير او عملناه في الكبة وشوحناه على النار بالزيت. بعد كده حطينا عليها عصير الطماطم لحد ما اتسبكت زي ما انتوا شايفين، وضفنا عليها بقى شوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون وشوية من السبع بهارات وواحدتين كده هو من النعناع. ماما ما بتحبش تضيف في المحشي بهارات كتير، يعني بتحب اكتر حاجة تضيفها هو الفلفل الاسود والكمون. بتقولي بحس ان البهارات الكتير بتغير طعمه، بس فعلا هو محشيه بجد والله جميل جدا ومسكر قوي. وغير يعني برغم ان هي ما بتضيفش فيه توابل كتير، وزي ما انتوا شفتوا كده قلبناه وقلبنا معاه الرز وضفنا الخضره في الاخر. هنا بقى عمل لكم اللحمه. جبت بصلايه كبيره عملتها في الكبه وحطيت معلقه سمنه، وهنزل بقى عليها كده بالبصلايه زي ما شفتوا، شوحتها لحد ما لونها غير تمام. وهنا بقى اللحمه بتاعتي متقطعه شرايح زي ما انتوا شايفين كده اهو، وده لون البصله. ضفت بقى عليه اللحمه بالشكل دوت، وهبتدي ان انا اشوح فيها لحد لونها كده ما يكون بني. بس ناخد بالنا من البصله انها ما تتحرقش وتمرر، عشان ما تخليش طعم اللحمه بتاعتك ممرره تمام. يعني ايه تشوحيها بس ما تخليهاش تمرر منك تمام. هنا بقى شوحتها وغيرت اللون بتاعها، رحت ضايفه عليها كده اهو كوبايه من الميه والبهارات بقى: ورق لورا، ثوماء معلقه صغيره، معلقه زعتر، معلقه سبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسود، والملح هضيفه في الاخر. هننزلهم كده عليهم بعد ما ضفنا الميه، وهنديها برضو تقليبه كده حلوه. وبعد كده بقى هنغطيها لحد ما تستوي والصوص ده يتقل مع نفسها. هنا بقى هنعمل الكبده زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي كبده بلدي متقطعه برضو شرايح، احنا مش بنقطعها صغير، بنقطعها كبيره كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ومعاها كلاوي وبرضو قلب واللي هي الحلويات دي. فجبت برضو هنا معلقه من السمنه البلدي كده حلوه وحطيتها في الحله، ونزلت عليها الاول بالكلاوي زي ما انتوا شايفين. هي كلها على فكره مش متقطعه، الحاجات زي ما هي سليمه. لما يعني غيرت اللون بتاعها كده وخدت التشويحه الحلوه دي، هضيف بقى عليها الكبده بالشكل دوت تمام كده اهو. هنبتدي برضو ان احنا نقلب فيها كويس لحد ما لون الكبده يغير معايا. هي عامه يعني ما بتاخدش وقت كتير على النار. بعد كده بقى هروح ضايفه عليها معلقه من التوم، بس الكاميرا مش عارفه ليه ما صورتش الحته دي، وقرن فلفل كده من الرومي او الحراق زي ما تحب تمام. وهنقلبهم معاها ونطفي عليها. تكون هي عملت الصوص اللي انتوا شايفينه دوت، حط لها نص كوبايه ميه تاخد غلوه واحده بس. هنا بقى المحشي طبعا لما لفيناه وحطيناه على النار يستوي، وكان خلاص اصلا المغرب قربت تأذن، وكان الاكل لسه مش جاهز. وكمان ماما عملت ورق عنب برضو، وعملت مكرونه محمره، بس بصراحه دول مش صورتهم يعني. وبعد كده بقى حطينا الاكل، وحاولت ان انا اصور لكم بسرعه لان انتوا طبعا شايفين ايديهم راحه وجايه محدش فيهم صابر. عشان طبعا كانت المغرب اذنت وهم كانوا لسه كمان بيغرفوا في الاكل وبيحطوا العصير، فكله مش صابر. فبحاول ان انا اخطف لكم لقطه كده، واشوفكم بقى في فيديو جديد بوصفه جديده.